السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد وقصة جديدة. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو في القصة. اليوم غنعاود لكم قصتي بعد تردد كبير. هادشي اللي غنعاود لكم داز عليه تقريبا 6 سنين، ولكن باقا كنعيشو بعض المرات، باقا كنحس بالدم كيجري في عروقي فاش كنعاودو. ولكن بغيت نوجه لكم نصيحة مهمة وبزاف. عمركم تبكيو في الطواليط. المهم، انا سميتي ياسمينة، في عمري 18 سنة، تساديت في مدينة المحمدية. كنت انا وماما وبابا وجوج خواتاتي، غزلان وفدوة، كبارات مزوجين ووالدين. كنا في ديك الوقت باقين ساكنين في المحمدية. اش غنقول لك، الوالد ديالي كان اشر خلق الله في ديك الوقت. دابا الحمد لله تبدل ولا اطيب خلق الله. المهم، كل شيء بدا بغلطه صغيره. بابا وطيش بنت صغيره في عمرها 12 سنه، وهي انا. كان تابعني باغي يضربني حيت ما غسلتش الكلب اللي كان عندنا، وهو جاي قاصدني وانا عارفه انه ما غيرحمنيش. كان ضربو خايب وكنت كنخاف منه بزاف. ما لقيتش منين نهرب من غير طواليط، دخلت وسديت، وهو كشاكشو خارجه وماما كتهدن فيه، ولكن والو. جلست فوق الكرسي ديال الطواليط وكنبكي ونتنخصص والخلعه شاداني، حتى حسيت بواحد التصرفيقه فقدتني الوعي ديالي. ما عرفتش شكون ضربني، انا بوحدي في الطواليط. كيفاش بابا دخل وضربني؟ لا، راه ماشي بابا. وصلت لهذا الجواب فاش حليت عيني ولقيت الباب باقي مسدود، وبابا باقي برا كيغوت، وماما كتبكي وانا طايحه. حسيت بالخلعه، نط بشويه وكندوز بجهتي. ما كاين حد، اش واقع؟ وهو يتفضوا، غير تفضوا. نط كنجري للباب، كنحل فيه وهو معكس، وكنسمع خطوات الرجلين من ورايا. وليت كنسمع دقات قلبي وما قادش ندور وجهي. واخيرا تحل لي الباب. غير حليت الباب وهو يتلاح عليا بابا بالعصا، ولكن ما عرفش كيفاش هاد المره ما بكيتش وما حاولش نصد ضرباته. بحال كنت مصدومه وقلبي مزير بالجهد. ماما هي اللي كتدافع عليا، حتى برد بابا غدا يدو فيا بالضرب ودخل لبيتو، وانا ما تحركتش من بلاصتي. بقيت واقفه وكنشوف قدامي، وحال عينيا ما رمشتش كاع، وغير ساكته. كنت فراسي كنقول اويلي مالني واقفه هكا، ولكن بحال ما عنديش تحكم في الجسم ديالي. جراتني ماما وداتني لبيتي وتكاتني، وبقات عليا بنفس الاسطوانه. باباك راه واخا هكا كيبغيك، وكتحاول تخليني ما نكرهوش وتسرح ليا وتبرر ليا تصرفاته. ولكن انا بحال ما معاهاش، مازال كنقول فراسي شكون ضربني. سال تفكيري فاش داني النعاس نعست، ولحد الان باقا ما عارفاش واش داكشي اللي كنت كنشوف حلم ولا حقيقه. حليت عينيا، لقيت مرا قصيره لابسه الابيض، عينيها كلها بيضه والعين الاخرى فيها الكحل، ولكن حوله. دخلت، بقيت كنشوف فيها ونقصت من بلاصتي ولصقت على الحيط بالخلعه. بقيت كنشوف فيها وانا في نفسي ما كارهاش نغمض عيني. كانت كتخلع واقفه حدايا شاداني من يدي، وانا حسيت بقلبي وقف. كانوا يديها مكمشين بزاف، تقول في عمرها شي 70 عام. قرباتني لعندها حتى ولات عينيها مقابله مع عيني، وجهنا متقاربين. بغيت نغوت ما قديتش، بغيت نطر منها ما قديتش. تمنيت الموت في ديك اللحظه، وهي تجرني ونوضاتني، وانا الجسد ديالي مطاوعها، ولكن انا باغا نطر وما قاداش. وقفاتني قدام الماريو ديالي وحلاتوه، هبطاتني من واحد الدروج كلهم محفرين وعامرين الدم. ومع اخر درجه تلقات يدي ودخلت في واحد الظلمه ما عرفتها فين مشات. ديك الساعه وليت نقدر نغوت ونتحرك. بغيت ندور نطلع، ما لقيتش الدروج. اويلي اش هادشي، ما بقى عندي حل. دورت وجهي ودموعي نازلين وخايفه بلا قياس. لقيت راسي قدام ديك الظلمه، بقيت غاده يدي ما كنشوفهاش بقوه الظلام. بقيت غاده ومع داك الكولوار حتى خرجت في واحد البيت كبير كله دم، ارضو حمرا بالدم، وجدرانو فيها سميه وسقايط ديال بنادم معلقه. شداتني التقفقيفه وهي واقفه الوسط وكتشوف فيا شوفات اخترقوا عينيا ودخلوا حتى لقلبي. بقوه الخلعه قلت ليها شكون انتي، وشنو بغيتي مني؟ عافاك رديني لبيتي، انا ما درت لك والو. ما جاوباتنيش. تمات جايه لجيتي
وانا راجعه باللور وكنضرب بدوك السقايط ومخلوعه، وهي جايه عندي بواحد السرعه قائمه، ما عرفتش كيفاش وصلت قدام وجهي، وشفت فيها بنفس الشوفات وحطت لي واحد الطبق في يدي عامر بالعينين ديال بنادم كيتحركوا. بديت كنغوت على حر جهدي، ولكن غير بوحدنا انا وياها، وهي تنطق باول كلمه كانت بيناتنا، قالت لي هزيهم. بديت كنقفقف، حطت لي يدي في داك الطبق وتتهزيهم، ما حسيتش براسي حتى سخفت بالخلعه، ما حليت عيني حتى حليتها على وجه ماما مخلوعه وكتقول لي مالك يا بنتي اش كديري هنا. توقت لقيت راسي قدام الماريو ناعسه. صافي قلبي بغى يوصل لفمي، عاودت لماما وانا كنرجف. جاوباتني ماما بنتي غير حلم خايب ما تخافيش. بقيت تشهدي عاد تنسي، ولكن ماما كانت غالطه، بقى نفس الحلم كيتعاود كل ليله. وليت كنخاف ننعس، وليت كنشرب الكينات، وبابا ولا يدينا عند الاطباء بدون نتيجه. كل ليله كنحلم بيها، وكل مره وفين كنلقى راسي ناعسه، مره قدام الماريو، مره في الطواليت، لدرجه واحد النهار لقاوني الجيران في الطواليت ديالهم. كي دخلت الله اعلم ماما شكات، بدات كتقرا عليا القران قبل ما نعس، ومع ذلك كنحلم بيها. صحتي قلال وتوليت ضعيفه، وليت ما كناكلش، ما بقى عندي خاطر لوالو، وليت كنمشي للمدرسه ونعس ليهم بحال في الليل ما كنعس، حتى وصلت لمرحله اللي ما بقيتش كنحلم بيها غير بالليل. حتى جا العام الاخير ليا مع هاد العذاب، ولكن قفص من العامين اللي دازو. العام اللي ما بقيتش فيه ياسمينه اللي كنعرفو، وليت ياسمينه اخرى، وليت اي حاجه كتقولها ليا كنديرها. كتجي بالليل وتهمس ليا في ودني ونوض نفد، وفي الصباح ما كنعقل على والو. بديت في الاول كنهرس ليهم الماعن، ومره نخرج عريانه للزنقه، ومره نقطع الوراق، واخر فعله درتها هي ذبحت الكلب اللي كان يمكن اعز ليا من اي واحد في حياتي. الصباح لقيت راسي حداه والموس في يدي، ولاو يخافوا مني ماما وبابا والعائله كلشي، وما عارفين ما يديروا ليا. حتى جا النهار اللي جات واحد صاحبه ماما وعاودت ليها، قالت لها بنتك سكناتها شي حاجه. انا غير سمعت هاد السميه قلبي فرفر من بلاصتو بالخلعه. المهم نصحات ماما باش نمشيو للخلوه. فقنا الصباح بكري، وديك الليله ما حلمتش بيها، وبقيه النهار كامل ما شفتهاش. فقنا وشدينا الطريق انا وماما وبابا وصاحبه ماما وراجلها مع 5 الصباح البلاصه سميتها مولاي عبد الله الشريف على ما اظن، وجات بالضبط ما بين مدينه مكناس والخميسات. اللي ساكنين هنا راه غير يعرفوا هاد البلاصه. بقينا غاديين في الطوموبيل، وصاحبه ماما كتعجب هي وراجلها، وكيقولوا البلاصه غير هنا ياك ابراهيم، وراجلها كيجاوبها وكنمشي ونرجع في نفس الطريق والو. حتى قالت ماما ايوا لا اللي ساكنه بنتي ولا الباكور، الا باغانا نجيو ساقمي لينا الطريق ولا خلينا نمشيو في حالنا، ما هي الا دقائق معدوده وانا نقول لهم حبسوا هنا الطريق من هنا. ونعدت لواحد الجهه ما حسيتش براسي امتى قلتها، تصدمت في راسي. فعلا دزنا من ديك الطريق، لقينا البلاصه وتمينا غاديين، وقلبي مقبوط عليا، وليت فعلا كنتمنى الموت. كانت اكفس 3 سنين في حياتي، وليت مستعده ندير اي حاجه غير نتهنى من هذا العذاب. صاحبه ماما بدات كتشري داكشي وكتعمر في واحد الطبق، هالحنه هالدجاج كحل وزيد حتى عمرنا داك الطبق. وفين ما كندوزو من حدا واحد الطلابه كتضربها بالتغريته، فرعت لينا ودنينا. دارت ماما معصبه وهي تقول ليها مالك اختي فرعتي لينا راسنا بالتغريت، مطلعانا بالتغريت ومهبطانا بالتغريت. ودارت زدنا 2 خطوات وهي توقف ماما وصفارت. بابا بقى كيقول لها مالك، وحتى انا تخلعت عليها ودورت وجهها لجهه المراه، وبدات كدور عينيها من هنا لهنا بحال كتقلب على شي حاجه، وهي تدور عندي. قالت لي وهي كتفتف المراه اللي ديما كتوصفي ليا عينيها كلها بيضه وعينها الاخرى حوله ولابسه الابيض، هي اللي كانت كتطلب هنا. انا تصدمت وانا ما رديتش ليها البال، غير دار بابا لجهه الطلابه قال ليها واش متاكده واش اللي كانت كتزغرت اجي فينا هي غبرات. وانا درت شفتها وكتشوف فيا وما قلتش ليهم راه هي انا كنشوفها. هبطت راسي بحال اللي ولفت ندير. صافي جمعنا داك الطبق وتمينا داخلين واحد الكولوار مظلم. تيقوني نفس الكولوار، وماما وبابا كيدوروا ويشوفوا فيا حيت شافوا ان نفس الوصف اللي كنت كنقول لهم. دخلنا للبيت، وبابا هز الفروج الكحل في يديه وداخلين. نفس البيت، بلاصه السقايط، العتارس، النعاج والحواله، ونفس البلاصه اللي كانت توقف فيها واقف واحد الراجل. قال لنا حاجتي ياسمينه مقضيه، مولاتها ذبحاتها في الطريق. هي ناري كده راه في سميتي،
وبابا بغى يعطيه الفروج لقاه مدبوح. حسيت بيه تدهش وخاف وانا غير مخبيه مور ماما، والراجل كيشوف فيا خدا الفروج وبدا يهمس ولاحو في الارض. وقت الطبق وهمس عاوتاني ولاحو. خرجنا وطلعنا من دوك الدروج. عنقت ماما وكنبكي بحرقه. ومن بعد ماما عرفت ان داك الشي حرام وذنب عظيم عند الله عز وجل. تابت وطلبت المغفره من عند ربي. ولكن باقا لحد الان بعض المرات الا تمشيت من حدا شي سيد كنسمع صوتها كتناديني، ولا كانت شي دار مسكونه قلبي كيتقبض وشعري كيتشوك. وفي العيد الكبير الا شفت الحولي كيتذبح كنتلاح بلا شعور على الدم، نطليه في لحمي ونشربه حتى صافي ما بقيت كنحضر لحتى شي ذبيحه. ولكن الحمد لله صلاتي وايماني مخليني مرتاحه في حياتي. كنعاودها لكم، عمركم تبكيو في الطواليت. كانت هذه هي النهايه، وكنتمنى تعجبكم القصه. السلام عليكم.